موعد مباراة النصر والهلال في كأس موسم الرياض 2024 والقنوات الناقلة تتجه أنظار عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في كل مكان في العالم عن مواجهة من العيار الثقيل والتي تجمع بين فريق النصر أمام نظيره فريق الهلال في قمة منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة بطولة كأس موسم الرياض. يشارك في بطولة كأس موسم الرياض 3 فرق وهم النصر والهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي، بنظام كل فريق سيخوض مباراتين فقط، فيما سيكون الفريق الذي حصد نقاط أكثر خلال البطولة سيحصل على لقب بطولة كأس موسم الرياض والتي تنظمها المملكة العربية السعودية. الهلال حقق الفوز الأول في مباراته ضد إنتر ميامي بنتيجة 5 أهداف مقابل 3، بينما حقق النصر الفوز على إنتر ميامي بنتيجة 6 أهداف مقابل لا شيء في ليلة تاريخية. تنطلق مباراة النصر والهلال في قمة منافسات كأس موسم الرياض اليوم الخميس والموافق 8 من شهر فبراير الجاري. تنطلق مباراة النصر والهلال في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت موريتانيا، 7 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 8 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان، 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والأردن وفلسطين وسوريا والصومال، 10 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. أما عن تشكيل النصر المتوقع لتلك المباراة، يأتي في حراسة المرمى وليد عبد الله، بينما يأتي في خط الدفاع أليكس تيليس، علي لجامي، إمريك لابورتا، سلطان الغنام، ويأتي في خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش وتافيو عبد المجيد الصليهم، ويأتي في خط الهجوم ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، تاليسكا. حيث من المقرر أن تذاع مباراة النصر والهلال عبر قناة سي سبورت السعودية بصوت المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي. أما عن تشكيلة الهلال المتوقع أمام النصر، يأتي في حراسة المرمى ياسين بونو، خط الدفاع سعود عبد الحميد، كولوبالي، علي البليهي، هرنان لودي، في خط الوسط روبن نيفيس، سافيت شمال كوما، في خط الهجوم ديلغادو، سالم الدوسري، ماتروفيتش. وبكده متابعي الكرام نكون نهاية حلقتنا، يا ريت تتوقعوا معنا نتيجة المباراة وانتظرونا في الحلقة القادمة. دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.